مساء الخير. هسألكوا كده كام سؤال الأول. هسأل بس الأول سؤال واحد، جملة كده ونقط وحد يكملها، ماشي؟ لو قلنا إيه هدف الحياة كلها، تمام؟ أو غاية الحياة المسيحية إيه؟ الخلاص، تمام. إيه تاني؟ هذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك، تمام. تمجيد ربنا، تمام. مش سامع. تمام، ان يعني حياة تكون ترضي ربنا، تمام. نور العالم. وانا بدور على حاجة معينة بصراحة. احنا بعد ما نعمل كل ده نوصل اصلا لربنا. ان احنا بعد ما نعمل كل ده نوصل لربنا. نوصل له فين؟ نوصل في السماء الأبدية يعني. الأبدية. تمام. حد عنده رأي تاني؟ طيب ماشي، غششكوا يعني. ماشي. هو أحد الآباء كده قال إن غاية الحياة المسيحية هي الامتلاء من الروح القدس، تمام؟ نحفظها تاني مع بعض. غاية الحياة المسيحية كلها هي إيه بقى؟ الامتلاء من الروح القدس. عشان كل اللي انتوا قلتوه ده كويس، بس هو ايه السر اصلا في كل اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيخلينا نور؟ ايه اللي بيخلينا نعيش مع ربنا؟ ايه اللي بيخلينا نعرف ربنا؟ ايه اللي بيخلينا نقرب منه؟ محور كل الحاجات دي هو ايه؟ هو الروح القدس، تمام؟ يبقى غاية الحياة المسيحية هي الامتلاء من الروح القدس، تمام؟ عارفين الحد اللي فات كان فيه ايه؟ حد عارف؟ عيد العنصرة او عيد حلول الروح القدس. حد عارف احنا بنعمل فيه ايه عيد حلول الروح القدس ده؟ بيبقى بالليل كده في صلاة، حد عارفها؟ صلاة السجدة، تمام؟ اشمعنى ليه صلاة السجدة؟ فيها 3 سجدات، تمام. وايه علاقة السجود بالموضوع؟ نعرفه بقى ده لما نكمل مع بعض، ماشي؟ طيب احنا نقرا مع بعض اصحاح من رسالة بولس الرسول لكورنثوس الأولى، الإصحاح الثاني. على مهلك مش مستعجلين. نقعد براحتنا. بولس الأولى الإصحاح الثاني. تمام. بسم الله والابن والروح القدس الاله امين. وأنا لما أتيت إليكم أيها الإخوة أتيت ليس بسمو الكلام أو الحكمة مناديا لكم بشهادة الله، لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. وأنا كنت عندكم في ضعف وخوف ورعدة كثيرة، وكلامي وكرازتي لم يكون بكلام الحكمة الإنسانية المقنع، بل ببرهان الروح والقوة، لكي لا يكون إيمانكم بحكمة الناس بل بقوة الله. لكننا نتكلم بحكمة بين الكاملين، ولكن بحكمة ليست من هذا الدهر ولا من عظماء هذا الدهر الذين يبطلون، بل نتكلم بحكمة الله في سر، الحكمة المكتومة التي سبق الله فعينها قبل الدهور لمجدنا، التي لم يعلمها أحد من عظماء هذا الدهر، لأن لو عرفوا لما صلبوا رب المجد. بل كما هو مكتوب: ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعدها الله للذين يحبونه، فأعلنه الله لنا نحن بروحه، لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. لأن من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه، هكذا أيضا أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله. ونحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله، لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله، التي نتكلم بها أيضا لا بأقوال تعلمها حكمة إنسانية، بل بما يعلمه الروح القدس، قارنين الروحيات بالروحيات. ولكن الإنسان الطبيعي لا يقبل مال روح الله، لأنه عنده جهالة، ولا يقدر أن يعرفه، لأنه إنما يحكم فيه روحيا. وأما الروحي فيحكم في كل شيء، وهو لا يحكم فيه من أحد، لأن من عرف فكر الرب فيعلمه، وأما نحن فلنا فكر المسيح. في حاجة صعبة في الكلام؟ ماشي، وأنا ألخص كده بسرعة. أنا بس برضو هقول لكم كام سؤال تاني كتير قوي بنقعد نكررها. احنا عايزين نعرف ربنا، صح؟ أندرو كان بيقول إن احنا غاية الحياة أصلا إن احنا نعرف ربنا، تمام؟ وعايزين نعرف يعني هو ايه اللي ربنا مديه لنا، والفداء والخلاص كل ده معمول ليه؟ ايه الامكانيات اللي ربنا مديها لنا في الانسان الجديد؟
كل الحاجات الكتيرة دي بنقعد نسأل 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 ومش بنوصل لحاجة. ليه مش بنوصل لحاجة؟ حد يعرف من الكلام اللي قلناه؟ ماشي، هقول لكم الفكرة عشان تبقى واضحة. بولس كده بيقول ان ما اعدها الله، تمام، اللي هو ما لم ترى عين ولم تسمع به اذن ولم يخطر على بال انسان، تمام، ما اعدها الله للذين يحبونه. حاجات كتير قوي اهي ربنا عاملها لينا، اعلنها الله لنا بروحه، لان الروح يفحص كل شيء حتى اعماق الله. الكلام صعب او كبير؟ طيب، وبعد كده بيوضح بيقول من الناس يعرف امور الانسان الا روح الانسان الذي فيه. يعني دلوقتي لو انا في حاجه جوه بفكر فيها، متضايق من حاجه، فرحان من حاجه، مين اكتر واحد يعرف الحاجه دي؟ انا ونفسي، مش كده؟ مفيش حد تاني. زي كده في آية في الانجيل بتقول القلب يعرف مراره نفسه وبفرحه لا يشاركه غريب. انت ادرى واحد بنفسك، تمام. فهو بيقول كده، بيقول ان من الناس يعرف امور الانسان الا روح الانسان الذي فيه. هكذا امور الله لا يعرفها احد الا روح الله. يبقى اذن لو فكرنا نعرف ربنا باي طريقه، نعرف اي حاجه عن ربنا، نعرف ربنا عايز يقول لنا ايه، يكلمنا ازاي، السكه الوحيده هو ايه؟ هو روح الله، تمام. هو حتى المسيح لما قال ان هو هيخبركم عن امور اتاه، ياخذ مما لي ويعمل ايه؟ ويخبركم، تمام. يبقى اذا ما حدش يعرف امور الله غير ايه؟ غير روح الله، تمام. الاول لو خدتوا بالكم في الكلام في الاول ان بولس بيقول ان انا مش جاي لكم بكلام حكمه انسانيه. كرونسوس دي كانت من الجزء اللي هو في اليونان كده، اللي هو فوق اثينا في المقاطعه اللي فوق، مشهوره بالفلسفه وبالفلاسفه وما الى ذلك. فهو بيقول لهم انا جاي اكلمكم مش عن فلسفه، مش بحكمه انسانيه، عشان ما يبقاش ايمانكم بحكمه الناس بل بقوه الله. هو في فرق بين الحاجتين؟ في فرق. هقولها لكم من الواقع العملي. مش ساعات كتير قوي بنلاقي كلام حلو كده وجميل على الفيسبوك وبيعجبنا، وبنعمل ايه اخرنا؟ لايك، صح؟ بيفرق معاك في حاجه؟ تفرق معاك في حاجه؟ لا، صح. كل الكلام الحلو المنمق الجميل والحكمه الانسانيه، تمام، ممكن واحد يسمعه من هنا ويطلعه من هنا، لكن في حاجه واحده بس بتغير الانسان، اللي هو ايه؟ لا، احنا عايزين نبقى صحيين عشان ايه؟ ننجز. ايه الحاجه الوحيده اللي تغير الانسان؟ ايه الحاجه الوحيده اللي تثبت ايمانه؟ ايه الحاجه الوحيده اللي تعمل كده؟ انا مستني اسمعكم على فكره. ايه؟ الحكمه الانسانيه؟ الفلسفه؟ امال؟ القوه اللي في روح الله، تمام. اوكي، ممكن اطلب طلب صغير؟ تعالوا كده نقوم مع بعض ونقف دقيقه واحده بس. هنصلي صلاه مشهوره قوي، تمام، في الكنيسه ليها علاقه بروح الله. حد عارفها؟ ايها الملك السماوي. ممكن نصليها مع بعض مش مهم، متهيألي الناس حافظاها. أيها الملك السمائي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل، كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا. زوج سابتريك أيوك أجيب نفباتي، كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا وامنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا. كنين كأي كستوسيون استونيون. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نفسك القيام في السماء، يا ولد الإله أنت يا باب السماء، افتح لنا باب الرحمة. أمين. ممكن تقعدوا. خدت مننا دقيقتين بالظبط، مش كده؟ بس دي أشهر صلاة بنكلم فيها مين؟ الروح القدس، صح؟ بنبقى مدركين ده واحنا بنصليها، ولا هي قطعة مع كل القطع كده وبتعدي؟ يعني جاوبوني عشان نبقى عارفين احنا على نفس الطريقة في الكلام ولا لا. انا عايز اسمعكم اكتر يعني.
بنبقى مدركين ان احنا بنكلم الروح القدس؟ طب تعالوا كده ناخدها كلمة كلمة مع بعض بسرعة وبعد كده ندخل في الموضوع. أيها الملك السمائي الإيه؟ المعزي. يعني إيه معزي؟ يعني إيه معزي؟ بيعزي النفوس. يعني إيه برضه؟ تمام. بيساند، بيعضد، بيريح. تمام. روح الحق الإيه بقى؟ الحاضر في كل مكان والمالئ الكل. يعني هو جوانا كلنا. تمام. ايه بقى؟ كنز الصالحات. يعني اي حاجة خير، اي حاجة كويسة بتعملها، اي صلاح، ده جاي منين؟ من كنز الصالحات. ومعطي الحياة. ايه الطلب بقى اللي بنطلبه؟ هلما تفضل وحل فينا واعمل ايه؟ طهرنا من كل دنس ايها الصالح وخلص نفوسنا. اوكي، انا هحكي قصة صغيرة كده. هقول الروح القدس فين في حياتنا. تمام. هنقف عند كام نقطة كده. ايه دور الروح القدس في حياتنا واحنا المفروض نتعامل معاه ازاي، وندرك احنا في انهي مرحلة من التعامل. تمام. عشان نعرف ايه دورنا ناحيته. بس قبل ما اقول، انا هقول لكم كام جملة كده بيقولوها الاباء عن الروح القدس عشان نبدأ نفهم هو ايه الروح القدس ده اصلا. تمام. لان في بعض الاحيان كتير قوي بيكون عندنا مفاهيم مغلوطة عنه. تمام. يعني انا لو سألتكم دلوقتي كل واحد يقول لي مفهومه عن الروح القدس في جملة، ممكن كده 3 يقوموا يقولوا لي، 3 يتطوعوا ويقولوا لنا. ماشي. الرب المحيي. ماشي. انا هقول الرب المحيي. تمام. اقنوم من ال3 اقانيم. روح الحق، روح المعزي. انا مش عايز اسمعهم، عايز اسمع انطباعك تاني عن الروح القدس غير دول. المرشد. بينبهك، بيكلمك، يعني ممكن يأنبك على خطية مثلا ويقول لك تمشي في انهي طريق. تمام. برافو. ايه تاني؟ صوت الله في ضمير الانسان. نقدر نقولها برضو زي اللي فاتت دي، اللي هي جزء منها الارشاد، صح؟ تمام. ايه تاني؟ واحدة كمان بس واطمن عليكم يعني. ماشي. بس انا عايز حاجة ليها علاقة بحياتنا اكتر. تمام. هو جزء من الارشاد برضه. انا عايز حاجة مختلفة. دوره ايه في حياتنا؟ قلتوا الارشاد والتبكيت على الخطية تمام. يعرفني على المسيح، ياخذ مما للمسيح ويخبرنا. تمام. اوكي. ماشي. هقول لكم بس الاول كده، هقول لكم قول لباسيليوس. تمام. وقول للقديس غريغوريوس عن الروح القدس. تمام. عشان نفهم اكتر يعني. القديس باسيليوس بيقول هو مصدر التقديس. تمام. زي ما قلنا هو الروح الايه؟ القدس. يبقى مصدر التقديس، القداسة والطهارة جاي منين؟ من الروح القدس. يبقى اللي هيقعد يدور على القداسة والطهارة بعيد عن الروح القدس هيلاقيها. تمام. مصدر التقديس والنور الذي لا يدرك إلا بحاسة العقل الروحي. ركزوا في الجزئية دي عشان نرجع لها تاني. لا يدرك إلا بحاسة العقل الروحي. الأشياء مملوءة منه طبيعيا، زي ما قلنا هو المالئ الكل. تمام. بقوته، ولكنه لا يتصل شخصيا إلا بالخليقة المنفتحة عليه. يبقى هو مصدر التقديس والنور. تمام. زي ما قلنا ان هو محدش يدور على قداسة بعيد عن الروح القدس. تمام. لا يدرك الا بحاسة العقل بس الروحي. تمام. مش ده. مالئ الكل، كل الاشياء وكل الطبيعة مملوءة منه طبيعيا، ولكنه لا يقيم علاقة شخصية الا مع مين؟ الخليقة المنفتحة عليه، اللي عايز يعمل علاقة معاه. تمام. اوكي. ده مين اللي قالها دي؟ تمام. ده بتاع اول قداس. بتاع تاني قداس اسمه ايه؟ ماشي. هقول لكم بيقول ايه. طيب بيقول كده: انا فتحت فمي واكتسبت لي الروح القدس. دي ايه في المزامير. داود بيقول انا فتحت فمي واكتسبت لي الروح القدس ثم اعطيت له الكل. تمام. سلمت له نفسي، نشاطي،
سكوني وكلامي وصمتي الكل أعطيته للروح القدس. ماشي. ولا أطلب إلا أن يسندني ويقودني، يوجه عقلي ولساني إلى الحق كما يشاء. أوكي؟ نفس الجزء اللي انتوا قلتوه من شوية. تمام؟ يعني بيقول أنا خدت الروح القدس وسلمت كل حاجة، كل اللي بطلبه إن هو يعمل إيه؟ يقودني ويرشدني في الحياة. تمام؟ وبيقول جملة جميلة قوي نفسي نحفظها. ماشي؟ بيقول أنا آلة الله، آلة عاقلة. تمام؟ أنا آلة الله، آلة عاقلة، آلة مشدودة ومتناغمة بيد الروح القدس. أوكي؟ أنا آلة الله، آلة عاقلة مشدودة ومتناغمة بيد الروح القدس. تخيلوا كده لما كان أبانوب من شوية ماسك الجيتار، بيطلع منه كام لحن؟ ما يتعدوش، صح؟ بالظبط. أنا آلة الله مشدودة ومتناغمة، لكن بإيد مين بقى؟ الروح القدس. تخيلوا كلنا آلات الله، ممكن يطلع مننا كام لحن، كام حياة جميلة، كام حياة تمجد الله. ولكن ده لمين؟ لمين؟ ده متاح لمين؟ للي بيسلم نفسه لمين؟ للروح القدس. تمام؟ ما في جيتار ممكن يفضل موجود في الجراب كده ومحطوط، مش في ايد حد، مش كده؟ ممكن حياة كل واحد منا تبقى ده شكلها، بعيدة عن العازف ده، بعيدة عن الحد اللي بيطلع من الحياة نغمات حلوة. تمام؟ أنا آلة الله، آلة عاقلة مشدودة ومتناغمة بيد مين؟ لا، تعالوا نقولها مع بعض. أنا آلة الله، آلة عاقلة، تمام؟ مشدودة ومتناغمة بيد مين؟ الروح القدس. أنا عايز أكتر كلمة نقولها النهاردة هي إيه؟ الروح القدس. ماشي؟ متفقين؟ أوكي. ماشي. أول علاقة لينا بالروح القدس فين؟ المعمودية والميرون. تمام؟ هو استلمك من الوقت ده، من وانت لسه عمرك أيام. تمام؟ زي برضو ما يعني هشبه كده تشبيه عشان بس نبقى مدركين هو بيعمل ايه معانا. عارفين كل أم بتستلم ابنها من أول ما يتولد. تمام؟ هو لسه مش مدرك أي حاجة، بس هي عندها استعداد تعمل ايه؟ تأكله وتغذيه وتنظفه وتهتم بيه وترعاه. يكبر شوية بتبدأ تعمل ايه معاه كمان؟ تعلمه صح والغلط، واعمل دي وما تعملش دي، وترشده وتوجهه. بتزهق منه لما بيعمل الغلط، طيب بتتضايق، بتتعب، صح؟ ده ملخص كده اللي بيعمله معانا الروح القدس. تمام؟ من اول ما بيستلمك كده في المعمودية هو موجود، تمام؟ وهو ساكن جوه. اتفقنا؟ اول خطوة واول ادراك ليك في الحياة هعتبر ان هو الطفولة الروحية، بس ده يعني بنبقى احنا كبرنا شوية، نبقى مثلا سن ثانوي اعدادي. اول لقاء مع الروح القدس كده بوعي بيكون اول حاجة عايزها منك هي كلمة مشهورة قوي: التوبة. تمام؟ مش انا هقول لكم على 4 كلمات هم اكتر كلمات بنسمعهم ونسمع ان هم مهمين، بس ما بنفهمش ايه اهميتهم. تمام؟ التوبة، صلاة، الانجيل، الاسرار. ماشي؟ هنفسرهم في النص هم ايه علاقتهم بالروح القدس وليه مهمين لحياتنا. تمام؟ 4 كلمات بنسمعهم ليل نهار: الصلاة والانجيل، صح؟ الاسرار، التناول ضروري لازم، وايه؟ والتوبة. تمام؟ التوبة ده اول لقاء لينا مع الروح القدس. تمام؟ اول حاجة الروح القدس يهمه يعملها في حياتنا هو ان ايه اللي يحصل؟ ان انت انسانك الجديد اللي خدته في المعمودية ده، تمام؟ اللي هو اداهولك في المعمودية، لان في الروح القدس المعمودية بيموت القديم وبيديك الانسان الجديد. تمام؟ ان انت تبدا تدركه، تبدا تكبره، وتبدا تتنازل عن القديم. تمام؟ خدوا بالكم ان الروح القدس في السن ده مستلمنا واحنا ايه بقى؟ قضينا شويه عمر كده حلوين بالانسان العتيق ده، صح؟ عشنا بعيد، جربنا الشر والخطيه والشهوات، عملنا كل حاجه. تمام؟
بس هو ما عندوش مشاكل، هو بيستلمك بهذا الوضع. واول خطوه تعالى نبدا ننظف شويه، تمام؟ تعالى نبدا نطهر ونقدس الحياه، تمام؟ يبقى قلنا ده اول تعامل، دي البدايه. البدايه هي ايه؟ هي ايه؟ متى ياتي ذاك يبكت العالم على خطيه، تمام؟ دي من ادوار الروح القدس، ان هو يبدا يحط جواك كره لمين؟ لاخواتك، تمام؟ صحيين؟ صحيين يعني؟ صحيين؟ ماشي. حط جواك كره للخطيه، تمام؟ عشان تبدا تتنازل عنها وتبدا الحياه تتقدس وتتطهر وتتغير، تمام؟ زي ما قلنا دي اوائل المراحل اللي الام بتعملها للطفل، صح؟ طب بعد كده ايه اللي بيحصل؟ تبدا تعلمه ازاي يعمل حاجات صح، مش كده؟ ما تعملش دي واعمل دي. وده برضه اللي بيعمله الروح القدس معانا كده في بدايه الادراك. بيبدا يعلمك اهميه الاعمال الصالحه، بيبدا يعلمك تصلي، يعلمك تقرا انجيل، الصوم وما الى ذلك، تمام؟ كل حاجه بدات تتعلم الحاجات الصح والاعمال الصالحه. ودينا ماشيين اهو في ايه؟ في الاعمال الصالحه كده بقى كله زي الفل، تمام كده. في حاجه تاني ناقصه؟ في حاجه تاني ناقصه؟ انا كده بقيت تمام؟ لا مش تمام قوي بقى. بعد دي على طول الروح القدس بيقول لك خد بالك ان الاعمال الصالحه دي مش كل حاجه، تمام؟ ومش جايه منك لحسن تتكبر، تمام؟ يبدا يعلمك حاجه اسمها انكار الذات، ودي محور العلاقه بالروح القدس، الاتضاع. مش كده احنا لما بنطلبه في يوم العنصره ده الصلاه اسمها صلاه الايه؟ السجده. لان العلاقه مع الروح القدس لازمها جدا الاتضاع والسجود، تمام؟ فاول ما يبدا يعلمك الحاجه دي يبدا يقول لك خد بالك ان انا ايه؟ كنز ايه؟ كنز الصالحات ومعطي الحياه. كل حاجه كويسه بتعملها دي جايه منين؟ كل عطيه صالحه وكل موهبه تامه هي منين؟ نازله من فوق من عند ابي الانوار، تمام؟ جايه من الروح القدس. يبقى احنا قلنا اول خطوه كانت التوبه، بعد كده ايه؟ الصلاح واعمال الصلاح، بعد كده انكار الذات، تمام؟ اوكي. انكار الذات دي مهمه جدا للخطوه اللي بعد كده. ايه هي الخطوه اللي بعد كده؟ ان انت خلاص بدات تكبر شويه، تمام؟ بدات تستغنى عن الحاجات الغلط، بدات تتعلم تعمل الحاجه الصح، بدات تفهم ان الحاجه دي مش ايه؟ مش منك انت، امال من مين؟ من مين؟ ما حدش يعمل لي كده. من مين؟ من الروح القدس، تمام؟ يبدا يقول لك طب بص احنا نعمل حاجه اكبر شويه. هنعمل ايه؟ احنا هنملاك شويه محبه، تمام؟ لان محبه الله قد انسكبت في قلوبنا بايه؟ حد عارف؟ فكروا كده هيبقى بايه؟ بايه؟ بالروح القدس المعطى لنا. يبدا يملاك محبه عشان خاطر تبدا تحب مين؟ تحب مين؟ تحب ربنا واللي حواليك، تحب ربنا واخوك، تمام؟ ودي مش بسهوله. دايما الطفل الصغير تلاقيه ايه؟ اناني شويه، مش كده؟ اللعبه دي بتاعتي، الحاجه دي بتاعتي، طب ادي فلان، لا مش هديله، تمام؟ امتى يعني الشخص ده يكبر وينضج كده؟ لما يبدا يدرك ان انا لازم ادي. الروح القدس لو لقاك وصلت كده للمرحله دي يبدا يملاك محبه ليك ولمين؟ وللي حواليك. المراحل اللي انا بقولها دي مش لازم تكون بالترتيب على فكره، تمام؟ يعني الروح القدس ممكن يبدا من اي واحده مع اي حد، دي حريه الروح، ولكن ده المعظم مع الكل، وفي حاجات مبنيه على حاجات، تمام؟ يعني هو اول خطوه تعال نتوب، مش هتوب مش هنعرف نكمل، تمام؟ دي خطوه متفق عليها.
خلاص احنا كده وصلنا لغايه انسكاب ايه؟ حد فاكر الايه اللي قلناها؟ لان محبه الله مالها قد انسكبت في قلوبنا بايه؟ بالروح القدس المعطى لنا. تمام. حد فاكر في آية كده في أفسس بتقول ولا تسخروا بالخمر الذي فيه الخلاعة لكن ايه الحلاوة دي؟ امتلئوا بالروح. يعني ايه امتلئوا بالروح؟ اعمل ايه يعني؟ تمام. هقول لكم بس معلومة. امتلئ ده فعل مبني لمجهول ولا مبني لمعلوم؟ حد ليه في العربي ولا؟ فعل امر. تمام. بس في الاصل بتاعه بقى، في اصل اللغه الفعل ده مبني للمجهول. يعني انت حد تاني بيملاك. تمام. اللي هو مين؟ يبقى الدور الاكبر واقع على مين؟ الدور الاكبر واقع على مين؟ على الروح القدس. مش كده؟ كل اللي عليك ان انت تهيئ الاناء. تمام. الهيكل. مش انت هيكل للروح القدس؟ كل عليك ان انت تجهز المكان اللي هو هيبدا يملاه. تمام. وهنقول ازاي جاي في الكلام. ماشي. فاكرين الترنيمه اللي كنا بنصليها من شويه؟ صعد الى اعلى السماوات، اللي هو اللحن بتاع عاصمين، وارسل لنا البراكليت. يعني ايه البراكليت بقى؟ بما انكم كنتوا بترنموا صوتكم عالي يعني وحاجات تفرق. يعني ايه البراكليت؟ يعني ايه البراكليت؟ وارسل. كله بيقول وبصوت. يعني ايه البراكليت؟ محدش يفكر فيها قبل كده؟ طيب. لا، بنتوكراتور الثانيه مش. باراكليت. برا يعني جنب. تمام. وكليت يعني محامي او معاون او معزي. تمام. يعني الروح القدس ده هو الروح المعزي السنيد اللي بيبقى جنبك، اللي بيعزيك، اللي بيساندك. تمام. مش كده بعديها بتقول روح الحق المعزي. تمام. ده دور مهم جدا بعد كده من الروح القدس، ان انت كل ما بتضعف مين اللي بيساندك؟ مين اللي بيعزيك؟ مين اللي بيقويك؟ الروح القدس. مين اللي بيعلمك ويكبرك؟ مين اللي بيرشدك الى جميع الحق؟ مين اللي بيعين؟ نحن لا نعلم ما نصلي لاجله كما ينبغي ولكن الروح القدس. حد هو الناس ايه؟ ولكن الروح يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. في شويه اسئله بتتجاوب. في شويه اسئله كده اللي هو اعرف ربنا ازاي. متهيألي جاوبناها من كرونسوس صح؟ اصلي اقول ايه؟ ما بعرفش اصلي، ما بعرفش اتكلم، مش عارف. مين اللي بيعين ضعفاتنا في الصلاه؟ مين اللي يشفع فينا بأنات لا ينطق بها؟ الروح القدس. تمام. تعالوا نرجعهم كده بسرعه. قلنا اول خطوه، اول تعامل مع الروح القدس هو ايه؟ التوبه. بعده اعمال الصالحه. بعده قبليها انكار الذات. بعدها محبه. بعدها لسه قايلينها. البراكليت. تمام. ان هو بيساند، بيعزي، بيشفع، بيعلم. تمام. اخر حاجه هقولها آية مشهوره جدا، ان الروح القدس هو اللي بينقلك بعد كده في الحياه من ايه لايه؟ من ايه؟ من مجد الى مجد كما من الرب الروح. تمام. بولس بيقول كده في كرونسوس ان ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة. ايه اللي هيحصل لنا بقى؟ نتغير الى تلك الصورة عينها. تمام. من مجد الى مجد كما من الرب الروح القدس. تمام. يعني الروح القدس ده
بيبدا ياخدك بقى كده. تمام، انت دلوقتي خلاص احنا واصلين لمرحله كويسه مش كده؟ بس لا، انت كده في مجد، بس انا عندي ليك مجد اكبر. لسه الصوره مش واضحه فيك قوي، اللي يشوفك كده يشبه عليك ان انت ابن المسيح، لكن لسه ممكن نوضح الصوره اكتر. تمام، ممكن نرسمها اوضح، ممكن لسه نحط شويه اضافات تخلي الصوره افضل. تمام، من مجد الى مجد يبدا ينقلك في الحياه من خطوه لخطوه لخطوه لغايه ما تطبع فيك اكتر صوره المسيح. تمام، احد الاباء كده يقول ان روح الله يستخدم كلمه الله ليجعلنا مشابهين لابن الله. تمام، روح الله يستخدم كلمه الله اللي احنا بنقراها ليجعلنا مشابهين لابن الله. يبقى كل ما نبقى موجودين اكتر كل ما الصوره تبقى اوضح واكبر، نبقى اتنقلنا من مجد لمجد لمجد اكتر. تمام، لغايه كده حد عنده سؤال او تعليق؟ حدش عنده سؤال؟ حدش عنده تعليق؟ اسال انا؟ حدش عنده سؤال؟ اسال انا بقى. حلو كل الكلام اللي فات ده، ازاي بقى يحصل؟ ازاي اذا كان الروح القدس بيعمل كل الحاجات دي في حياتي، بيعملها ازاي؟ اوصل له ازاي؟ طيب الاقيه فين؟ اعمل ايه؟ هيعملها اوتوماتيك صح؟ لوحده. هو ساكن براحته بقى، هو ساكن، اعمل له ايه يعني؟ هو ساكن جوه فعلا، بس هو ساكن في الكل صح؟ طب ليه كلنا مش زي بعض؟ زي ما قلنا هو يملأ الكل بطبيعته وقواته، ولكنه يقيم علاقة شخصية مع الطبيعة الايه؟ المنفتحة عليه. تمام، بس عايز اقول ان احنا بنختلف عن بعضنا علشان خاطر درجه اختلاف خضوعنا للروح القدس. احنا كلنا جوانا الروح القدس، بس انا بخضع له قوي وبسمع الكلام بتاعه بيغير فيا. في غيري مش بسمع الكلام بتاعه ازاي بقى؟ يعني بسيبه يغير جوايا، ما برفضش مثلا لما اجي اعمل الحاجه دي يقول الحاجه دي غلط ما اصرش ان انا اعملها. في غيري ممكن يقول له الحاجه دي غلط يصر انه يعملها على حسب درجه الخضوع، على حسب التغيير اللي هيعمله. يعني هو لما بيقول لي دي ما تعملهاش ما بعملهاش، واحد تاني عملها، رد فعله ايه بقى؟ ده هيغير فيه، لا مش هيجبره عليه. طيب ماشي، هقول كل حاجة دلوقتي. طيب اندرو بيقول على حسب كل واحد بيخضع للروح القدس ازاي. تمام، حد عنده رأي تاني؟ اخضع له فين اصلا؟ انا يعني هو فين؟ بيكلمني منين؟ مش عارف. حس بيه. حد حاسس بحاجة؟ مش حاسس الصراحة. حاجة تاني. تمام، عايز اسمع رأيكم. بتقول لما اقرب من ربنا اكتر كده اقرا الانجيل واصلي واتناول. طب ما احنا بنعمل الحاجات دي بقالنا كتير قوي صح؟ انا مش سامعك كويس عشان الوش. تمام ماشي. انا على فكره سؤالي انا عايز يعني انا وصلت لغايه مرحله قلت لكم حد فيكم عنده سؤال قلتوا لا. تمام، فالمفروض ان كل واحد منا طالع بالقرار. خلاص هو سمع كلام مهم، يعني ان كان مهم وطالع بالقرار. انا عايز اسمع انتوا كنتوا ناويين تعملوا ايه. انا ده اللي عايز اسمعه، مش عايز كلام كبير. عايز اسمع انت لما يعني اوكي عرفت ان الروح القدس بيتعامل معاك بالتوبه وبعد كده وبعد كده انت ناوي تعمل ايه يعني؟ هنصلي بضمير شويه، نتعب كده شويه في الصلاه. ما كناش بنصلي بضمير قبل كده. تمام، هنصلي اكتر شويه يعني.
فايه اللي يحصل بقى لما نصلي يبقى اكتر، لما نصلي بضمير شويه ايه اللي يحصل؟ نصلي بوعي اكتر يعني قصدي. تمام، صلاه بوعي. زي ما يمكن قلت لكم من شويه احنا قاعدين نقول ارسل لنا البراكليت، واحنا اصلا مش كده. زي ما قلنا بتاعه الصلاه بتاع ايها الملك السمائي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياه. كم واحد الصلاه دي فعلا بيدركها ان هو بيكلم الروح القدس وبيطلب ان هو يحل فيه ويقدسه ويطهره. تمام ماشي، صلاه بوعي، موافق. ايه تاني؟ انا برضو عايز اسمع قرارك اللي كنت ناوي تعمله، اللي كنت ناوي تطلع بيه، الحاجه اللي كانت فارقه معاك. تمام، قول لي اسمك معلش. عادل، ماشي. عادل بيقول ان انا شايف ان كانت اكتر حاجه واضحه هو الانجيل، هو اكتر تواصل عميق ومباشر مع روح الله. زي ما قلنا من شويه روح الله يستخدم كلمه الله ليجعلنا مشابهين لابن الله. تمام، قلت صلاه بوعي وانجيل. تمام، حد عنده راي تاني؟ حد كان واخد قرار تاني كده او حاجه ناوي فعلا يعملها؟ بضمير شويه. تمام. طب حاولنا قبل كده؟ كم واحد كان في حياته خطيه وحاول يبطلها وما عرفش؟ انا اقولكم على فكره مش عيب. تمام، عايز اقول ان انا بحاول، بس كان في حد عنده استعداد وجاهز جوايا ان هو يساعد ويقدس ويطهر. تمام، وانا ما طلبتش. تمام، فنجرب نفكر في الموضوع بشكل مختلف بعد كده. نجرب نطلب من الروح القدس ان هو يقدس ويطهر. هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس ايها الصالح وخلص. نجرب الحاجه دي تاني بدل ما اقعد اقول خلاص انا هبطل خلاص انا هبطل وفي الاخر مش ببطل. تمام ماشي، يبقى قلنا اول تعامل الروح القدس لو فاكرين هو التوبه. فلو المرحله دي احنا لسه بعاد عنها شويه نقرب شويه، صح؟ نقرب خطوه، ناخد خطوه اكتر. تمام، تقول حاجه وبعد كده. تمام تمام، بدنا نتاكد الكلام اللي قلناه. هو بعترف يعني ان هو اول واحد ان هو ممكن حاولت كتير نبطل خطايا كتير، لكن في الحقيقه اكتشفت ان هو ان انا لا ان انا حابب الخطيه وانا بصراحه مش عايز ابطلها. فممكن اطلب من الروح القدس واطلب من ربنا انا نفسي ابطل الخطيه دي، لكن انا جوايا لا بصراحه حاببها. لحد ما بتيجي اللحظه اللي هو انا كرهتها فيها، وكرهتها دي بمعنى اللي هو ايه؟ اللي هي الخطيه كفرتني، زهقت من الحياه اللي انا فيها. هي في اللحظه دي هي بتبتدي اللي هو بقى خلاص انا سلمت كل حاجه للروح القدس وسلمت كل حاجه لربنا ان هو يبتدي يشتغل. وعشان كده هو بقى يركزوا قوي على الحته دي. محدش هيقدر يخلص تمام الا لما يكفر بذاته، يعني يزهق من نفسه، يزهق من الخطيه، يكفر بالخطيه. لكن احنا مشكلتنا ان احنا ما بنكرهش الخطيه، تمام؟ يعني مش حلو. حد عنده رأي تاني؟ قلنا صلاة بوعي، إنجيل، توبة. حد عنده حاجة تاني؟ تمام تمام مظبوط. ان الروح زي ما قلنا الروح هو معين. تمام، وانا حتى في وقت صعب هو يعلمني ازاي اشكر في الوقت الصعب ده. تمام بنو في حاجه فيما تخص انا آلة الله. طيب عشان
المفروض اسمع، ما ده اللي بساله. قول، جاوبني انت. طيب تمام، هقول ماشي. اوكي، ايه اللي قلتوه؟ هزود حاجه ثالثه بس. تمام، صلاه بوعي، انجيل بوعي برضو. تالت حاجه، حاجه مهمه جدا، الاسرار كلها. تمام، بصوا مفيش سر بيتم في الكنيسه من غير ايه؟ انتوا نمتوا؟ من غير ايه؟ طب حد يقول لي دليل كده؟ حد يقول لي دور الروح القدس في الاسرار ما دام بنقول الروح القدس؟ لما بتناول ايه اللي بيحصل؟ عشان باكل قربانه يعني واشرب ماشي. انا برضو حد يوضح لي اكتر. تمام، الله ينور. هو اصلا ايه اللي بيحول الخبز والخمر لجسد ودم المسيح؟ ايه اللي بيحولهم؟ ايه اللي بيحولهم اصلا؟ الروح القدس، صح؟ لو خدتوا بالكم كده في صلاة، يعني في صلاة اللي هي حلول الروح القدس في القداس، ابونا بيقول ليحل روحك القدوس علينا وعلى القرابين ليحولها وينقلها، تمام، لتكون جسد ودم. تمام، فالروح القدس هو اللي بيحول الاسرار، هو اللي بيقوم بالدور. يعني احنا بنجيب خبز وخمر والروح القدس هو اللي بيحولهم لجسد ودم. احنا ميه المعموديه بنحط ميه من الحنفيه، بس مين اللي بيخليها ميه حياه؟ معطي الحياه. مين اللي بيخليها ليها سلطان ان هي تموت القديم وتدي الانسان الجديد؟ الروح القدس. تمام، فكل عمل الاسرار هو مرتبط تماما بمين؟ بالروح القدس. تمام، كل حاجه في الاسرار هي مرتبطه بالروح القدس. يبقى انا لما اجي القداس انا مدرك كويس قوي ان الروح القدس بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ بيحول الخبز والخمر لجسد ودم المسيح. بس بيقدسنا احنا كمان. ابونا بيقول ليحل روحك القدوس علينا وعلى القرابين. عشان كده بيقول القدسات للقديسين، لان زي ما الروح القدس بيعمل ده هو بيعمل ده برضو في حياتنا. تمام، قلنا الاسرار وقلنا حاجتين كمان، ايه وايه؟ قلنا صلاه بوعي وايه؟ وانجيل بوعي. زي ما قلت كده الانجيل هو اقرب حاجه، اقرب علاقه كده مع الروح القدس، لان الانجيل ده كتبه اناس الله مسوقين منين؟ سهله، ده انتوا لو مش حاضرين معانا سهله. كتبه اناس الله القديسين مسوقين من الروح القدس. فانت بتسمع صوت الروح القدس. كل قعده مع الانجيل امينه صادقه بوعي انت بتسمع فيها صوت الروح القدس. الروح القدس بياخدها ويشكل في حياتك بالكلام اللي هو كاتبه لكل واحد منهم. مش هتكلم عن الصلاه، يعني متهيألي كلنا سمعنا كتير قوي عن الحاجه دي، بس هشبه لكم تشبيه صغير. ان لو انت فعلا نفسك تتملي بالروح القدس، شبهها لكم بتشبيه في المطبخ شويه. لو انتوا حاطين حاجه على النار ونفسك تستوي، تحطها دقيقه وتجري وتسيبها 3-4 ايام كده، وتيجي يوم تحطها دقيقه وتجري، بعد كده مره تسيبها 5 دقايق شويه وتشيلها، زمانها باظت اصلا. فاهمين الفكره؟ يا تبقى موجود في محضر ربنا يا تطلب الروح القدس. لكن مره وهنجري ونفتكر كمان شهر، ما تطلبش انك تلاقي فرق. تمام، ما تنتظرش حاجه مختلفه. متفقين؟
حد عنده لغايه هنا سؤال؟ حد عنده سؤال؟ هسأل آخر سؤال. حد شايف الكلام ده ملوش علاقة بيه؟ حد شايف الكلام ده كبير عليه؟ حد شايف الكلام ده مش واقعي قوي ان هو يحصل؟ يعني خلينا نتكلم بصراحة. مفيش. عندنا ايه؟ تمام. انا برضه هسأل السؤال تاني. حد شايف ان الكلام ده كبير قوي عليه وبعيد عنه ومش ليا؟ اوقات انا احييك، ساعات بيحصل ده. تمام. تمام. تمام ماشي. احنا خلاص خلصنا. هقول لكم بس حاجتين تجاوب السؤال ده ونبقى كده خلصنا. تمام. فاكرين قلنا ان الروح القدس تمام هو مصدر التقديس تمام والنور، صح كده؟ لا يدرك الا، حد فاكر؟ بالعقل الروح. فاكرين؟ ماشي. في كرونسوس كنا بنقول ان الانسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله لانه عنده جهاله، واما الروحي فيحكم في كل شيء وهو لا يحكم فيه من احد. ساعات احنا بنبص للكلام بتفكيرنا وبعقلنا وبحكمتنا، ساعات بنبص له وبنبص للانجيل وللوصيه بنطبقها على الواقع، لا 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 مش معقول، الحاجات دي مش اليومين دول، ما ينفعش تعيش بيها. تمام. احنا كده بنتكلم في مرحله الانسان الطبيعي اللي هو زيه وزي اي حد في الشارع. تمام. طب ايه اللي يفرقنا؟ ايه اللي يميزنا؟ ان احنا في ساكن جوانا روح الله. تمام. الروح بقى بيعمل ايه؟ هقول لكم بس كده قول اما انطونيوس وكده نبقى خلصنا. تمام. هو من اشهر الحاجات اللي قالها الأنبا انطونيوس عن الروح القدس، حد اكيد يعرفه او سمعه قبل كده. كان بيكلم اولاده كده بيقول لهم: هذا الروح الناري الذي قبلته انا اقبلوه انتم ايضا، وان كنتم تطلبون ان تنالوه فقدموا اولا اتعاب الجسد تمام وتواضع القلب، ارفعوا افكاركم الى السماء ليلا ونهارا واطلبوه بكل قلبكم هذا الروح الناري فيكون لكم. تمام. الكلام اللي جاي مهم. بيقول ما تفكروش في قلوبكم وتقولوا ان الكلام ده صعب وبعيد وما تكونوش ذوي رأيين، لكن اطلبوه باستقامة قلب فتنالوه، وانا ابوكم اصلي لاجلكم. هقولها تاني. بيقول كده ان هذا الروح الناري اللي انا قابلته وغير حياتي ده، ابن انطونيوس بيكلم ولاده: اقبلوه انتم ايضا، ان كنتوا عايزين تقبلوه اطلبوه بكل قلبكم وقدموا اولا اتعاب الجسد تمام وتواضع القلب. ومحدش يقول في باله ان الكلام ده مش ليا وبعيد ومش هيحصل. ليه؟ يعقوب كده بيقول ان رجل ذو رأيين هو متقلقل في جميع طرقه، ما يفتكرش الحد ده ان هو ينال شيئا من الله. لكن قال لهم لو طلبته باستقامة قلب وصليت لده وفكرت فيه ربنا يديهولك. وكان بيقول لهم انا ابوكم هصلي كمان ليكم لتنالوا الروح ده. اوعى تقول ان الحاجه دي بعيده عليك، ده هدف التجسد والخلاص والفداء. ربنا جاي عشان خاطر يملانا بروحه. تمام. هو قال كده: خير لكم ان انطلق، عشان يجي المعزي، عشان يجي يملاكم الروح القدس ويعلمكم ويرشدكم الى جميع الحق. فادي ليه اتعاب الجسد؟ ده سؤال كويس. ما ينفعش اطلب يجي من غير اتعاب جسد. ايه رايكم؟ هذان يقاوم احدهم الاخر. مرنا بتقول في ايه بتقول: لان الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد وهذان يقاوم احدهم الاخر. ففي واحد محتاج نيجي عليه شويه عشان خاطر التاني. اوكي ده رايي. ايه تاني؟ هو ربنا مش بيحبني بلا شروط؟ لازم اقدم اتعاب الجسد يعني؟
ليه؟ 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 تمام ماشي. خلونا نتفق على كام حاجه بسرعه عشان وقتنا. ممكن تخليك يا دكتور، ممكن تخليك انا. اوكي، انا يعني هقول لكم كام اجابه كده من الاباء، يعني الاباء كاتبين كده. اولا، ودي حاجه لازم نكون متفقين عليها، مفيش اي حاجه بتعملها في حياتك هي تمن لاي حاجه بتاخدها من ربنا، لاي عطيه. متفقين؟ اوعى تتخيل ان لازم تقدم شويه اتعاب جسد وشويه اعمال صالحه عشان تاخد روح القدس. متفقين على النقطه دي؟ كل حاجه ربنا بيديها مجانا. متفقين؟ تمام. الحاجه الثانيه ان احنا هيكل لمين؟ للروح القدس. ما ينفعش الهيكل ده يترتب شويه، يتوضب شويه عشان خاطر الروح القدس يلاقي راحته فيه. لو انا قعدت ارتب في الهيكل ده شويه اللي هو باتعاب الجسد دي، مش ده واجب علينا ولا مش واجب؟ دي حاجه مهمه، صح؟ يعني ان كانت الصلاه والانجيل والاسرار هو كل ده اعداد للهيكل عشان خاطر ايه اللي يحصل؟ يتملي. زي ما قلنا امتلئوا بالروح، ده فعل مبني المجهول. تمام؟ يعني ايه مبني المجهول؟ يعني في حاجه حد تاني بيملاها، بس انا دوري ان انا اعد الاناء، اوسعه شويه، اكبره شويه عشان خاطر الروح القدس يعرف يملاه. تمام؟ لغايه كده متفقين؟ ماشي. اخر حاجه في اتعاب الجسد ان انا كنت عايز اقول لك يا فتي مش هرجعهم تاني. احنا قلنا مفيش حاجه بقدمها هي تمن للحاجه دي، ده اعداد للهيكل. اخر حاجه كنت اقولها ان دايما يقولوا الاباء ان انت محتاج حاجه اسمها غصب الاراده، تمام، للامتلاء من الروح القدس. كم واحد مننا لو قلنا محتاجين صلاه بوعي وانجيل بوعي، كم واحد هيفضل ماشي عليهم؟ كم واحد لو ما غصبش ارادته شويه وقدم اتعاب الجسد يفضل مكمل؟ صح؟ ده مش تمن، ولكن ده لاجل الاستمراريه، لاجل التهيئه، لاجل اعداد الهيكل. تمام؟ واضح الاجابه؟ حد عنده سؤال تاني او تعليق؟ مين اللي قدامي ده؟ ايه علاقه ان انا بطل خطيه باللي قدامي؟ اصلي له وبطل انا خطيه تمام. بس بصوا، يعني لو احنا هنربط توبتنا وعلاقتنا بربنا على الاخرين، محدش فينا هيخلص بصراحه. تمام؟ يعني لو في حد قال انا مش هبقى شخص عفيف غير لما كل الناس ما تعصرنيش، عمرك ما هتبقى. تمام؟ هو كل حاجه في ايدينا. لا، على فكره احنا اقوياء، ما تقلقوش. تمام؟ وروح ربنا كمان بيشتغل جوانا وبيقوينا اكتر مما نتخيل. تمام؟ وبنشوف ناس بتعمل حاجات كتير قوي. تمام؟ بنشوف ناس، حد زي مثلا ماريا القبطيه دي فضلت عايشه في ايه؟ في زنا سنين، وبعد كده بتتوب. صح؟ شفنا حد زي القديس موسى الاسود. مش بقول لكم امثله كبيره، بس ربنا يعرف يعمل ده في حياتك لو انت عايز، لو انت مهيأ نفسك لعمل الروح القدس ده. تمام؟ ممكن ما تجيش بكره، ممكن ما يجيش بعده، ممكن يجي كمان سنه، ممكن المعونه دي نتيجتها تطلع كمان
10 سنين، بس المهم ان انا ماشي الطريق. شبهها لكم تشبيه صغير. فاكرين شمشون؟ شمشون قصوا شعره صح؟ فرقته القوة، لكن جه يوم شعره فضل يطول يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم، لغاية ما في يوم عرف ينتقم من أعدائه. ده بالظبط شبه حياتنا الروحية. انت كل يوم بتتحرك فيه انت شعرك بيطول مع الوقت مع الوقت، لغاية ما يجي يوم زي كده بيقول في أشعياء: يريحك الرب من تعبك ومن انزعاجك ومن العبودية المرة التي استعبدت بها. ممكن أبقى مستعبد لخطية سنين، لكن في السنين دي أنا إيه اللي بيحصل؟ ربنا بيديني قوة وبكبر، والشعر اللي بنقول عليه ده بيطول لغاية ما يجي يوم يريحك الرب من تعبك ومن انزعاجك ومن العبودية المرة التي استعبدت بها. حد عنده سؤال تاني؟ تمام. ساعات صوت الروح القدس بيبقى مشوش ومش واضح. الكلام ده واقعي بيحصل معانا. ساعات صوت الروح القدس بيبقى مش واضح جوانا. كم واحد بيتفرج دكتور؟ طب تحب يا دكتور تيجي؟ دكتور جيني بتقول ان الصلاة بتوضح، لو الصوت بيستمر مع الصلاة يبقى الصوت ده من ربنا. اوقات كتير احنا بنبقى عايزين نسمع الصوت ده في مفترق طرق، يعني في عز ما الدنيا زحمه والدنيا كلها حوالينا اصوات، لا احنا لو متعودين ان احنا في العادي بتاعنا بنتكلم معاه وبنسمعه هنعرف نميز صوته وسط الزحمه. تمام. احنا اوقات بنجرب نسمعه في وسط الزحمه، مش هنسمعه مش هنعرفه طبعا. تمام. حضرتك قلت انه يعني نبدا الوعي بالنسبه لموضوع التوبه او كده مثلا سن ثانوي يعني يعتبر. طب احنا واحنا صغيرين كنا انت هتجاوبي سؤال ولا تسالي سؤال؟ طب ممكن اجاوب السؤال اللي فات الاول؟ ماشي. كم واحد مننا بيتفرج على افلام اجنبي من غير ترجمه وبيفهمها؟ 1 2 صح؟ اكيد الشخص ده يا اما كان بيدرس انجليش وقت يا اما بيتكلم انجليش وقت عشان خاطر يعمل ايه؟ يسمع ويفهم. تمام؟ اسمعوا الناس اللي بتذاكر الايلتس طبعا والتوفل والحاجات دي. تمام؟ هو بيفضل يسمع 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 لغايه ما ودنه بتتعود. فلما حضرتك ما تكونش فاهم لغته كويس وعارف الصوت بيقول ايه كويس ما تتخيلش انت تسمع. تمام؟ هو بيتكلم انجليزي، تمام؟ بالانجليزي بتاعه باللغه بتاعته، هتعرف تسمع لما تبقى عارف اللغه دي شكلها ايه. تمام؟ متمرن عليها الوقت، عارف هو بيتكلم ازاي، شفته هو كلم ناس في الانجيل ازاي، شفته عمل في حياه انبياء وقديسين ورسل ازاي. يعني لما نلاقي في وقت الرسل بيقولوا صلينا والروح القدس قال افرزوا لي برنابا وشاول، هم فاهمين اللغه فعارفين يتحركوا. فنفس الكلام. تمام؟ ميرنا كده تسال سؤال، اخر سؤال ولا حد عنده سؤال تاني؟ حضرتك قلت ان احنا يعني نبدا مرحله الادراك دي في سن ثانوي او كده. طب واحنا صغيرين كنا بنصلي
انا بس اقصد ان المرحله دي هي المرحله الانسان بيبدا يكون فيها شخصيته وياخد قراراته، لكن هو كل ده موجود ومقدر عند الروح القدس لاي وقت. تمام. لكن هو ده السن اللي بنبدا احنا فيه ندرك اصلا نفسنا وشخصيتنا ونكون شخصيه ونبدا ناخد قرارات يعني. اوكي، حد عنده اي سؤال تاني؟ مفيش؟ أوكي.